من فترة جالنا مريض بعد السكتة الدماغية. بدأنا معاه كورس العلاج الطبيعي بتاعنا وبدأنا كل التمارين اللي ممكنة لأي مريض عنده سكتة دماغية. بس جه سألنا سؤال بيتكرر كتير: يا دكتور، هل الأكسجين المضغوط هيفيد معايا في الحركة؟ هل هيرجع لي الحركة تاني؟ هل الإحساس اللي ممكن يكون مفقود في أجزاء معينة من جسمي يبدأ يرجع أو يتحسن تاني؟ ومن هنا جالنا السؤال ده كتير جدا 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 من كذا مريض. عشان كده هنتكلم في الفيديو بتاع النهارده على استخدام الأكسجين المضغوط بعد إصابات السكتات الدماغية. يلا بينا. طالما المشكلة عندنا الأساسية هنا هو إن النيوتريشن بتاعنا أو البلاد سبلاي اللي رايح أو التغذية الدموية اللي رايحة للمناطق بتاعة المخ اتأثرت، فمن هنا كانت كل الطرق العلاجية قائمة إن أنا أبدأ أرجع الدم اللي رايح للمناطق دي وفي أسرع وقت ممكن، عشان أستغل المدة اللي قبل ما يحصل فيها نيكروزز أو قبل ما تحصل إن الأنسجة دي تموت بالنسبة لي أو تبقى ديد تيشو. عشان كده كل الطرق الجديدة بتروح ناحية إنها تغذي المنطقة دي بالدم تاني أو تبدأ ترجع المنطقة دي للدم تاني. واهم طريقه فيهم هي المنطقه بتاعه الطوارئ او المنطقه اللي اول ما بيحصل اصابه او قبل ما بيحصل السكته الدماغيه نروح على طول مدين دواء معين اسمه ار تي بي اي بيتحقن عشان ابدا ادوب الجلطه والكلام ده. بس ده طبعا في المرحله الاوليه. من هنا بدا مرحله الاكسجين المضغوط يدخل في العلاج بتاعنا. تعال نتكلم يعني ايه اصلا اكسجين مضغوط. الاكسجين المضغوط ده هو بتبقى عباره عن شامبر كده، اوضه صغيره. الاوضه دي هو زي ما بيقولوا كده بيدي لك انقى شكل من اشكال الاكسجين. يعني احنا بندخل، المريض بيدخل الاوضه دي بتبدا تتقفل عليه ويبدا الجو بتاعنا يبدا يضخه فيه كميه اكسجين مركز كبيره جدا جدا بالنسبه لنا. طيب ايه اساسا النظريات العلميه القائمه على الحوار ده؟ كلها بتتكلم ان انا لما ابدا ادخل اكسجين زياده فانا بزود البلاد سبلاي او بزود الاكسجينيشن اللي رايح للمخ بتاعي، فتبدا على الورق نظريا ان انا هحل مشكله ان المناطق دي مش جاي لها نيوتريشن، مش جاي لها التغذيه الدمويه بتاعتها بشكل قوي، فيبدا الاكسجين المضغوط ده يشتغل على المناطق دي فتبدا الدم بتاعي يرجع للمناطق دي بشكل كبير جدا. طيب عندنا هنا مشكلتين بقى. اول مشكله ان الاصابه نفسها او المنطقه اللي اتصابت من المخ بتاعنا نفسها لما تبقى ديد تيشو عمرها ما بتتصلح. خلاص هي كده، ده منطقه حصل فيها نيكروزس او خلاص هي ماتت، فبالنسبه لنا مهما عملت فهي مش هترجع. خلاص المنطقه الصغننه دي مش هترجع. هنا احنا بنلعب بقى على المنطقه الاكبر ليها. الاكبر اللي هي فين؟ ادي المنطقه بتاعت الاصابه لو هي في المنطقه دي، فاحنا المنطقه اللي حواليها دي كلها هي دي المنطقه اللي انا عايزها. ودي منطقه لا هي رايحه ناحيه الطبيعي ولا هي رايحه ناحيه الاصابه، هي منطقه قلت فيها كميه الدم اللي رايح لها، فبالنسبه لي هي كده عرضه انها تتحول تبقى انسجه ميته تاني. فبالتالي اي حاجه واي تدخل هتدخله في المرحله اللي احنا فيها دي هيبقى بيلعب على المنطقه الكبيره دي ان هو يوصل لها الدم بشكل كافي، فما نحولهاش تبقى ايه، تبقى ديد تيشو او انسجه ميته وابدا الاصابه بتاعتي تزيد. فهنا بقى بدا الاكسجين المضغوط يدخل في السكه بتاعه العلاج بتاع السكتات الدماغيه. تعالوا بقى نتكلم هل فعلا هو بيحسن ولا لا. لو احنا دلوقتي اي حد فينا كمريض سكتات دماغيه مسك الموبايل بتاعه وبدا عمل سيرش على احدث طرق العلاج للسكتات الدماغيه، ممكن اقول لك ان من اول مثلا اول او تاني او تالت اقتراح هيقترح عليك الموبايل بتاعك هو ان انت تعمل اكسجين مضغوط. طب هل الاكسجين المضغوط ده بيحسن الدنيا اصلا ولا لا؟ عشان نبدا نتكلم ده في شكل علمي فاحنا هنتكلم على تاني مشكله. تاني مشكله هي الاثباتات العلميه للاكسجين المضغوط. تعال نتكلم بقى نشوف ايه الابحاث اللي قالت ان الاكسجين المضغوط ده بيحسن ولا لا. معظم الابحاث بتاعتنا اللي اشتغلت على المنطقه دي قالت ان هو بيحسن الحركه بتاعه مرضى الجلطات، بس بيحسنها تحسن بسيط جدا يكاد يكون حاجه غير ملحوظه بالمره. فبالتالي الاكسجين المضغوط اللي احنا فيه دلوقتي لو انا هستخدمه كعلاج مساعد لحاجه معينه ممكن يحسن، لكن مش هيعمل حاجه. لكن لو انا واخده الاساس بتاعي ان انا هطلع من بيتي اروح اعمل اكسجين مضغوط وارجع البيت تاني، فهو بنسبه 100% هو مش هيحسن اي حاجه. وده الكلام المثبت اصلا في الدراسات بتاعته لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، لان الموضوع ده لسه جديد فبالتالي بيتعمل عليه دراسات قويه جدا. وهنا احنا بنتكلم على تاهيل مرضى الاعصاب خصوصا السكتات الدماغيه، لان هو ليه استخدامات تانية في مرضى تانية ممكن يكون التحسن بتاعه اكتر بكتير من اللي احنا بنتكلم فيه. بس احنا بنتكلم على السكوب بتاع مرضى السكتات الدماغيه. فبالتالي لو انت مريض سكته دماغيه خلي حوار الاكسجين المضغوط ده في الاخر خالص او يكاد يكون ما تلجألوش، لان هو في حاجات تانية افيد واهم منه ممكن نعملها. فبالتالي الاكسجين المضغوط ده مش هو الحل السحري
اللي احنا بنسوق له، او ان احنا بنقول ان انت لو ما عملتش اكسجين مضغوط خلاص انت كده مش هتتحرك، او لو انا عملت 12 جلسه اكسجين مضغوط هقوم واتحرك، وهكذا. في مئات المرضى احنا شفناهم عندنا في العياده وشفناهم في كل منطقه بنشتغل فيها، بيبقى عمل جلسات كتيره 12 و20 جلسه والتحسن بتاعه يكاد يكون 1% 2%، لا يتعدى ده لو كان في تحسن بالنسبه للاكسجين المضغوط. فبالتالي فكره الاكسجين المضغوط للحظه اللي احنا بنتكلم فيها هي عباره عن نظريه افتراضيه بتقول ان احنا بندخل اكسجين كامل على مستوى المخ، اكسجين نقي، فبيزود النيوتريشن او التغذيه الدمويه للمناطق بتاعه المخ، فتبدا المناطق بتاعه المخ تاكتيفيت تاني، فابدا ان انا اتحرك تاني. دي الحاجه النظريه. انما على ارض الواقع ده عشان يحصل ما بياخدش بالسهوله اللي احنا بنتكلم فيها، بياخد فترات اطول من كده بكتير. عشان كده لو انا هنصحك او ان انا هقول لك نصيحه كمريض سكتات دماغيه، هقول لك ان اول ليفل من العلاج بتاعك او اهم حاجه من العلاج بتاعك هو العلاج الطبيعي للحركه بتاعتك. بمعنى ان انا اتابع مع حد متخصص في العلاج الطبيعي لاصابات النخاع الشوكي واصابات الجلطات واصابات كل الاعصاب والكلام ده، يبدا يعمل لي بروجرام كامل، وابدا ان انا اعمل براكتس، يعني ان انا اكرر الحركات بتاعتي كتير وما ازهقش، فالدنيا هتتحسن معايا احسن كتير من اي وسيله مساعده تانية. وطبعا العلاج التاني هو العلاج الدوائي، ان انا افضل متابع مع الدكتور بتاعي دكتور المخ والاعصاب اللي يبقى مظبط لي شكل الادويه بتاعتي اللي تساعدني في برنامج التاهيل كعلاج طبيعي. كده انا عملت احدث حاجه لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها قايل عليها الابحاث، وهو النيورو ريهابيليتيشن او تاهيل مرضى اصابات الاعصاب، سواء ايا كان بقى اصابات الاعصاب شكلها عامل ازاي. وده بيعمله دكتور العلاج الطبيعي المختص في الحاجه دي، فيبدا يعمل لك البروجرام بتاعك ويشتغل على النقاط الضعيفه عندك، فتبدا ان هي الدنيا تظبط معاك احسن. عشان كده ما تتوجهش حاليا لاي حاجه ليها علاقه بالاكسجين المضغوط، في حاجات اهم كتير جدا تقدر ان انت تصرف فيها وقتك ومجهودك ومادياتك وكل حاجه وتجيب تحسن احسن بكتير من الاكسجين المضغوط. بكده نكون اتكلمنا معاكم على استخدامات الاكسجين المضغوط في حالات السكتات الدماغيه. لو عندكم اي سؤال بخصوص الموضوع ده اكتبوه لنا في الكومنتس، ولو عندكم اي وسيله علاجيه عايزين تسالوا عليها اذا كانت هي امنه ولا لا وهتجيب نتيجه ولا لا، اكتبوها لنا وهنعمل لكم فيديو عنها ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش تدعمونا عن طريق عمل لايك وشير وسبسكرايب. شكرا.